النهاردة حصة محمود عباس بعدها حصة الإيطالي بتاعت آه ماشي. كده حسابه ده 270. هو بكام الدرس ده؟ هو انت أول مرة تيجي ولا ايه؟ ما تلعبش على أعصابي النهاردة عشان أنا مخنوق جدا. لا بقى، مش كل يوم يا بسام، انت لازم تلاقي حل في أعصابك اللي تعبانة دي. اعمل ايه بس؟ انا تعبت، غير حياتي، غير كل اللي بفكر فيه. كمان اعصابي تبقى تعبانه كده ومن غير سبب. هو في درس النهارده ولا ايه؟ قالتها ميار. نسيتوني صح؟ انا اللي المفروض احكي المكان اللي احنا فيه وبحكي الشخصيات وبقول مين اللي هيعمل الموضوع ده ومين اللي مش هيعمله. يمكن بشرح لكم مواضع الجن او الشياطين اللي موجوده في القصه واللي كمان في حياتك انت، زي اللي واقف جنبك ده. مش بقول كده عشان اخوفك، لا لا سمح الله. انا بقول كده لانه مش هيسيبك النهارده غير لما تقلد بسام صاحب القصة واللي بيحاول يبقى صاحب ميار. المهم ميار قطعت الحديث اللي كان بين مشرف المركز الصديق المقرب لبسام واللي كان بيحكي معاه في معاناته من أعصابه اللي تعبانة. وده فعلا حقيقي، احنا مش بنقول الكلمة مجازا ولا للتعبير عن شيء تاني. لا، ده فعلا أعصابه تعبانة، متوتر دايما، ايده ما بتقدرش تشيل حاجة أخف من وزنه. دايما عينيه في كل حتة، مش مركزة الا طبعا تركزها مع ميار بس، لكن خلينا نقول انه بيحبها فعلا. ومش فارق معانا دلوقتي هو بيحبها ولا لا. اللي فارق معانا احنا ليه في المركز ده او السنتر زي ما البعض بيقولوا عليه يعني، وليه مهتمين ببسام وحالته اللي تعبانة وحالته مع ميار. هل الجن علاقة في الموضوع ده؟ صدقني انا ذات نفسي معرفش اهو. لكن خلينا نكمل ونشوف المشاهد اللي جايه. واول مشهد معانا اللي عبارة عن الطلبة اللي قاعدة على ترابيزة والمدرس اللي بيشرح شيء مش مهتم بيه ولا استعمله هو في حياته. مع كل التركيز ده بنشوف بسام بيسرح بعينيه ناحية السقف واللمض اللي منورة فيه. الله، انت بتعمل ايه يا ابني؟ قالها المدرس استعجابا من طريقة بسام النهاردة. ضحك صديق لي وضحكت ميار كمان. هو ما زعلش ولكن استعجبها. يعني انت لا بتضحكي لي ولا بتكلميني وجاية تضحكي عليا لمجرد سبب تافه؟ مش عارف انا بحبك على ايه، مش عارف ليه كمان دماغي وجعاني وانا ببصلك. انتهى الدرس، لكن خليني الاحظ لكم حاجة غريبة واعقب عليها كمان. كل ما بسام بيبص في حتة تانية بيبتدي الضغط اللي على دماغه واعصابه اللي بتكون مضطربة دايما الضغط ده بيروح. لكن لما بيرجع يبص لها بيحس بضغوط كتير على دماغه وكأن في حد كابس كده على راسه. بقاله من أول السنة وهو على كده، وكان مصبر نفسه بيقول إن ده التعب ده، يعني التعب ده ممكن يكون من الحب بس من نوع تاني. آه، هنعيش بقى في جو المحن الشديد قوي ده بتاع أنا هموت نفسي عشانها وهي لازم تحبني وحب من طرف واحد. رغي. بصراحة من الفعل ده كان لازم انا اتدخل. هتسألني وتقولي طب وانت مالك؟ هقولك صعب تفهم عالم الجن واللي انا هاجي منه. ايوه ما تستغربش، انا اسمي سامر، وده اسمي عشان اكون بني ادم زيكو، بين العظام المتهالكة وبين الجثث المتناثرة وبين كل الناس المشنوقة والمتعلقة دي وبين بحور من لهب النار. بظهر انا، مش بعظم في نفسي ولا حاجة، لكن انا يعتبر خادم مبعوث من الامير، والامير ده المفروض ابويا عشان اادي المهمة دي. يمكن القصة بدأت تاخد معاك جو مغامرة شوية، لكن صدقني دي مش مغامرة خالص. ولو كانت مغامرة فانت عمرك ما هتغامر على حياتك. ايه؟ هو انت خايف ولا ايه؟ بصراحة خايف من اللي عليها. على مين؟ اللي على ميار. لا ما تقولش مش فاهمك، هي عليها ايه؟
عليها جن يا بسام زي بقية البنات اللي بتتمس من الجن، ايه صعبة دي؟ ثانية واحدة، انتوا ممكن تتوهوا مني دلوقتي. انا نزلت الارض وانا في نفس سن بسام، وكمان في نفس السنتر اللي هو فيه، وفي نفس الدرس اللي كانت فيه ميار، واتصاحبت عليه عشان انقذ نفسي وانقذ مملكتنا الصغيرة اللي في عالم الجن واللي احنا بنحاول نكبرها، لكن بسبب ميار مش هتحصل. طبعا انا ما دخلتلوش وما عرفتوش كده ان انا يعني جن وبتاع ومتنكر والكلام ده، لا انا خدتها له على الهادي لحد ما قلت له انها عليها جن. بس سام ما كانش ساذج بصراحة ولا كان فظ في نفس الوقت، بس كان عايز يفهم هل اللي بقوله بجد ولا استعباط وهبل من بني ادم عبيط قدامه، وانا حبيت اوريه واخليه يصدق. مرت الايام ببطء قوي، واتبقى اليوم اللي وعدته فيه اني هوريه مين اللي على ميار او معاها دلوقتي. انا لسه معرفش طبعا يعني مين اللي عليها اساسا. والمهم كان لازم اوريه القدرات اللي عندي، وكان لازم اعرفه اني مش حاجة طبيعية او بشر طبيعي، لكن هو يعني صمم انه مش هيتهز تماما لما يشوف مني قدرة خارقة. يعني اول حاجة وريته ان انا بعدي من الحيطة للحيطة التانية قدامه. انذهل في اول الامر وبعدين سكت وبلع ريقه. ماشي، انا كملت وتلامست اطراف قدم البشرية مع الهواء بدون ملامسة الارض. طرت يعني بالمختصر المفيد. انذهل برضه للمرة التانية وبلع ريقه وقعد على الارض وانا طاير قدامه وهو ساكت. انت انت مش طبيعي. مش طبيعي. انت امتلكت الحاجات دي كلها ازاي؟ مش لازم تعرف يا بسام، انت كل اللي انت عايز تعرفه هو ميار وبس. صح، يبقى يلا هوريك كل حاجة دلوقتي. قرب سامر مني وانا في عدم ارادة مني تماما مسك ايدي وفضلنا نردد انا وهو شيء انا ما كنتش فاهمه، لكن لقيت بقي بيردده كده لوحده معاه. تياغانيا اهيا شراهيا اهيا الشداي اصبوت صبرتون دهمشا دهليلو الا ميتوترون حيثمو ميثوا احيون منون وابصرنا للخفي اليوم حديد باشماخ دالا همو شيطاثون. بعد ما فضلنا نردد الحاجات دي حسيت ان جسمي بقى عامل زي الهوا، بقيت خفيف جدا، اخف من الريشة صدقوني، ده كان احساسي ساعتها. بعدين حسيت اني في مضمار سباق او راسي مخلوعة من مكانها ومحطوطة في مقدمة عربية، وواضح انها هتاخد المركز الاول من سرعتها دي. بتختفي الرؤية وبتضلم هنا، بيظهر شباك بيت ميار واحنا بنحوم حواليه. هو احنا بقينا اشباح؟ لحظة دخول سامر داخل الجدار ومرور ايدي معاه كنت حاسس بأشعار بتنتاب جسمي كله. دخلت بيتها. البيت اللي طول عمري بحلم ان اخشه من بابه بقيت بخشه من جداره. زي ما بنقول هم يضحك وهم يبكي وهم يخليك تشد شعرك. ايه اللي بيحصل لي ده؟ كمان لما دخلت اوضتها كان فيه هم يبكي، وده مش هم يبكي وبس، ده هم يفزع وهم يخوف وهم يرعب، هم يوقف راسك من تفكيرها. معشر كامل واقف في الأوضة كلها بأجسامهم الملتهبة المنيرة، نور خفيف كده، واقفين حواليها وهي نايمة، وبيتوسطهم واحد واقف عند نصف الأوضة قصاد السرير بالظبط، وهو راسه متجهة ناحيتها، وده يعتبر أطول واحد فيهم، ولكن مش عارف ده شعره ولا ايه بالظبط. المهم راسه بص عاملة زي راس الشيطان اللي بقرنين عاديين، لكن القرنين دول طوال
عاملين زي الأسلاك الطويلة أو التخينة بتاعة الكهرباء. كل اللي حواليه منزلين وشوشهم لتحت كأنهم نايمين. وبعد شوية من رؤية اللي بيحصل ده أنا حسيت إن أنا هيغمى عليا، لكن كل ما كانت عيني تغفل واحس بانخفاض جسمي للارض، سامر كان بيوقفني تاني وقال لي: في ايه؟ ما تفقدش اتصالك بيا، ما تبقاش اهبل، ركز، هما مش شايفيننا. هما مين دول؟ مين دول يا سامر؟ ايه الكائنات دي؟ سامر رد عليا وقال لي: بعيدا عن الكائنات دي او ايه نوعها، اللي في النص ده اسمه قاسيم، واللي حواليه دول خدامه وجنوده. بعد ما ركزت فيه وكنت حاسس اني هصرخ وبفتح بقي من وهل المنظر اللي قصادي، المنظر كان انه اترفعت قرونه اللي شبه الاسلاك دي وبدأت في التوجه ناحية ميار، وانا كنت خلاص هصوت. راح سامر مسك بقي وبصلي وقال لي بصوت خفيف: اسكت اسكت. وقفت الاسلاك عن الطوفان ناحية دماغ ميار. بدأت عروق رقبة الشيطان اللي قدامنا اللي اسمه قاسيم تتني، وشكلها بتعلن عن ان رقبته هتتجه ناحيتنا. وراحت فعلا وبصلنا. فضلت عيونه السودة ثابتة ناحيتنا واحنا واقفين، وانا كنت عايز اسيب سامر واجري. فضل ماسكني عشان ما بهدلش الدنيا، لكني ما كنتش قادر تماما، وكنت عمال عافر في انه يسيبني واجري. ازاي شيطان زي ده مش شايفنا احنا؟ ازاي انت كبشر عندك قدرات مش هتخليه يشوفنا؟ المهم فضل مثبتني جامد لحد ما قاسيم عينه بعدت عننا. بص لي سامر وكل عينه عليها عتاب عليا. قال لي: يا باسم انت كده هتخليه ياخد باله مننا، ما تبقاش غبي. رديت انا وقلت له: ايه؟ هو ممكن ياخد باله مننا ازاي؟ سكت وما ردش عليا، وانا بصيت عليهم تاني. كان بيقرب قرونه من دماغها ولزقت فيها فعلا. بدأت قرونه تتوهج وتصدر ضوء قوي في الأوضة، وبدأت أشوف ابتسامة مرسومة على وشه بسبب اللي بيعمله، وبدأ يصرخ. بس ده بيصرخ بانتصار. ما قدرتش اتحمل بقى، ومع زيادة الامر بخدامه واللي معرفش قابلته دي اللي بدأت تزوم وهو بيصرخ بانتصاره، انا ما قدرتش اتحمل وسبت ايد سامر وجريت. وفجأة وانا برجع عشان اجري كل حاجة اختفت من قدامي، اتحولوا لدخان واختفوا بعد ما كانت نظراتهم كلها توجهت ليا. سامر بصلي هو كمان بحسرة بعد ما اتبخر، بحسرته على اللي هيحصل لي. جريت في طرقة بيتها وانا عايز اصرخ، ما بقيتش قادر، كنت عمال ارجع بخطوات تقيلة لورا بعيد عن باب اوضتها اللي خرج منه دخان سريع كان بيتلف كأنه دوامة في الهواء، وكان عمال يقرب عليا وانا عمال ارجع لورا. في كل حتة بيظهر او بيروح ناحيتها الدخان بيظهر اشخاص سود واقفين على الحيطة بعيونهم الصفرة. المهم كنت عمال ارجع لورا اكتر واكتر وهو قرب تماما، وتشكل الدخان ده في شكل جنديين سود بعيونهم الصفرة، وتحولوا لدخان تاني. يعني وروني شكلهم المرعب وتحولوا لدخان تاني، واندفعوا ناحيتي بكل قوة
عشان جسمي يصطدم بالحيطة اللي ورايا، والمفاجأة اني مريت منها ووقعت لبره العمارة. حاليا بقع من الدور السادس للأرض. اتكسرت بمعنى الكلمة، اختفت المشاهد من حواليا، واخر مشهد شفته او اخر لقطة كان اقتراب شخص مني. صحيت بعديها في مكان اشبه بالسجن او حاجة زي كده. المهم اني كنت في جدار من الطوب، يعني كنت نايم على سرير من الخشب. حسيت في اول الامر اني مت او حاجة غريبة، مش فاهم اللي انا فيه ده، لحد ما قطع تفكيري ده كله صوت سامر. كنت غبي، قلت لك تمسك نفسك، خلاص ما كنتش قادر يعني. هو احنا فين وبنعمل ايه هنا؟ اللي انت شايفها دي ملبوسة، يعني مستني انك تكون فين بسببها. الأعصاب اللي كانت تعبانة عندك هي السبب فيها، ودلوقتي هي بدأت تلعب عليهم. يعني انا في عقلها دلوقتي؟ مش بالظبط كده، الفكرة بس في انك مجهد تماما، وروحك حاليا تعتبر مش موجودة، لكن هتعيش. انت وقعت من الدور السادس، ايه مش فاكر ولا ايه؟ فاكر، بس انا ليه مش قادر اتحرك؟ وانا خلاص كده مت؟ لا ما متش، بس انا ما كنتش اتمنى اللي حصل ده يحصل، لكنه حصل، وكان لازم اوريك اللي انت ما كنتش موعود بيه. قرب مني وبدأت ايده تضيء عشان اتعافى من كل الجروح اللي في ظهري واللي في بطني، وبدأ عظمي كأنه بيترد او بيتكسر، ما بقتش عارف من الألم اللي انا فيه. اعصابي بدأت تتعب تاني، وبدأت احس بدقات قلبي بتزيد، وعيني مش شايفة اي شيء قدامي. بدأ هو يرفع ايده من عليا، وبدأت انا اهدى، ولكن اهدى تماما، اغمى عليا. خليني اكمل لكم اللي حصل من جهة تانية، وهي جهة سامر. انا قررت اني اعلمه كذا حاجة، لان من الواضح ان قاسيم بيزيد في قوته من ارواح البشر، وده شيء يرعب مملكتي وقبيلتي كلها، ويؤدي بمهمتي الى نهايتها. فكان لازم اديله شوية خبرات، وازاي يمر بين الحيطان او يستخبى جواها، واطور من قدراته. مش بس مش من مجرد بس ما يكون لمسني نعرف نعدي، لا هو لوحده. واضح اننا هنخوض تجربة تانية في بيتها. الامر ما انتهاش عند انه بيسحب روحها وبس، ده كده هيبقى عنده القدرة انه ينقل بعضا من خدامه لتزويد قوتهم هم كمان، وكل ده بروح البنت. بس انا للاسف عملي مش اني انقذها ده مش شرط لاتمام مهمتي القضاء على قاسم وخلاص. اتعلم بسام كل شيء عن الحيطان، وانه ازاي يستخبى فيها لو حصل حاجة، او ازاي يمر ويجري منها لو انا عوزته في حاجة، وازاي كمان يوصل للاماكن. لكن انا عرفته ازاي بس يوصل لبيت ميار، بس مش اي بيت تاني، يعني ازاي يروح من بيته لبيتها او من بيتها لبيته. وما اعتقدش ان تعليمه ده هيزيد وهيخليه يروح لبيوت تانية. علمته كمان ازاي ينقلني من مكان لمكان، عشان لو قاسم كان اقوى مننا، ونهرب لو حصل اي حاجة. بدأت الليلة المشؤومة باننا هنقطع اوصال قاسم عن روح البنت، بس ازاي بقى في وسط كل الخدام اللي كانوا معاه؟ فاجئني باللي بيقوله، واننا عشان نقطع اوصال قاسم عن البنت او نبعده تماما لازم نشده ناحية بيتي انا. الله، يعني عشان تنقذها هي تنقله لبيتي انا؟ لكن انا كنت فهمت غلط تماما. هو قال لي اننا بس هنستفزه، وانت هتستخبى في الحيطان زي ما علمتك، لحد ما انا احاول اشيل كل القيود من عليها، وبعدين هتحاول انت ترجعه تاني. ولو مرجعش يا سامر لو مرجعش اكيد هيرجع، لانك هتذبح له خادم من اللي عنده. نعم، اذبح له خادم؟ هو انا كنت قادر اشوفهم من بعيد لما اقرب منهم واقتلهم كمان؟ هتقرب منهم وتقتلهم؟ انت بتخرف والله.
لا بخرف ولا حاجة، انت اللي شكلك مش مقدر القدرات اللي معاك. استخدمها كويس يا بسام، استخدمها كويس. يمكن بعرف قيمتها لما بكتب القصة دلوقتي يا سامر، بس زي ما عرفت قيمتها عرفت قذرتك. يلا خلينا ما نفتحش في القديم ونكمل الحكاية عن الليلة دي. بدأنا في الطوفان زي الأشباح زي المرة اللي فاتت في بيت ميار، بعد الانتقال الغريب اللي بيعمله الجان من مكان لآخر. واتسحبنا ناحية أوضتها، نفس كل حاجة المرة اللي فاتت، نفس المشهد بالظبط مع كثرة عددهم. المشكلة كانت في انهم بدأوا بصوتهم ده تاني لكن بطريقة أعلى. بدأت الاضطرابات النفسية اللي كانت بتجيلي ودقات قلبي ترتفع تاني، ونظري بيشوش الرؤية اللي قدامي. بعد كده مسك سامر ايدي وقال لي مالك انت فيك ايه؟ لكن انا ما قدرتش ارد عليه لحد ما بدأت الاضطرابات تزيد اكتر، وسامر مصمم في سؤاله لحد ما قال لي انت فيك ايه؟ مناخيرك بتنزل دم ليه؟ لما بصيت فعلا مناخيري بدأت تنزل في دم، وده اللي شفته في الارض. تفتكر لما انت تبقى قايم من النوم وشايف نقط دم في الهواء بتنزل للارض، هل هتكون مرعوب جدا؟ ولا تفتكر لما تكون مكاني وتشوف قاسيم او الشيطان ده وهو بيبصلك واكتشف انك شايفه، هيكون مرعب اكتر؟ عايزك تفكر بسرعة في انهي واحدة ارعب من التانية، لان في خلال تفكيرك السريع ده اكتشف قاسيم وجود حد بيراقبه. بدأت جنوده وهو شخصيا في التوجه ناحيتي. عايزك تحس بالرعب وانا بجري عشان اهرب منه وننفذ الخطة زي ما اتفقنا. وقفت قدام الحيطة اعمل الحركات اللي كنت بعملها عشان انتقل للحيطة اللي موجودة في الأوضة بتاعتي مرة والتانية والتالتة، والحركات ما بقتش نافعة وقاسيم وجنوده بيقربوا اكتر. تخيل انت واقف عند الحيطة والطرقة الطويلة وراك وفي جنون وفي كتير قوي من الدخان الاسود والكائنات اللي ممكن تبتلعك تماما وراك. كنت عمال اكرر في الحركات بسرعة كبيرة وبدون تركيز لحد ما مناخيري بدأت تتحول لحنفية دم. هفقد الامل؟ لا مش هفقد الامل، مش هخاف، لا. بدأت في عمل الحركات لحد ما نزل دم كتير على ايدي، فقررت ارسم بيه الحركات اللي بعملها بايدي. عملت الكلام ده بسرعة وبرضه ما كانتش نافعة لحد ما انقضت جنود قاسم عليا عشان اندفع من جهة الحيطة في بيت ميار لجهة الحيطة في بيتي انا. لكن اندفعت وانا بدون قوتي اللي كانت معايا، بشر عادي بدون قدرات، لوحدي في الشقة في الضلمة، والمفروض ان قاسيم وجنوده مروا معايا. بدأت أصوات غريبة تظهر في الشقة وأنا واقف في الأوضة بتاعتي. جريت برا الأوضة وأنا بخبط على أوضة بابا وماما، يمكن دي أول مرة أحتاج لهم فيها. سرعة خبطاتي ما كانتش مؤدية لصحيان أي حد منهم، واستمرت الأصوات في العمل بتاعها، وبدأ معاها صوت عامل زي صوت الأرواح اللي بتتحرك في الأماكن المهجورة. بدأت أرجع لورا وأنا بنازع الاضطرابات اللي رجعت لي تاني، والمشاهد اللي بقت مشوشة قدامي. ما بقتش شايف حاجة تماما، كأن الضلمة عمت عيوني. لكن بدأت أحس بألم في أطراف رجلي وكأن حد بيمسكها. بلعت ريقي وأنا بدأت أحس إن كل طرف في جسمي بيحس بألم، وبالتالي حسيت بجنوده وهم بيمسكوني. كتفوني تماما، وقاسيم ظهر من وسط الضلمة بارتفاع قرونه الرفيعة في الهواء، وفتح بقه بكل وحشية واتجهت القرون ناحيتي.
يا رب على الجرايم والقرف ده، البلد دي هتروح على فين بس يا ربي. ادخل. دخل كاظم السريانوسي وعلى وشه بعضا من الموافقة على طلب صاحبه الدكتور اللي هو حاليا في مكتبه. دخل بكل صمت وبسكوته المعتاد وباكتئابه الجامح على عقله وعلى أفكاره، وقال بكل صمت: موافق. لم يعر الدكتور اهتماما لما قاله كاظم فجأة، ولكنه دقق النظر في جريدة قديمة احتفظ بها منذ 20 عاما، لعل وعسى أن يقرأها لأنها أرسلت على مكتبه من شخص غريب لم يعرف من هو ولما يعطيه هذه الجريدة ولما هي بالتحديد. انت مركز في ايه؟ هو مش انا قلتلك لازم تتعرض لصدمة قوية عشان تلهي نفسك في القرف اللي كنت فيه، وتكون الصدمة دي اقوى بكتير من المشاكل العبيطة اللي انت فيها؟ اتضايق كاظم من نعت صاحبه الدكتور لمشاكله بانها عبيطة مع انها مش كده تماما. نتش منه الجريدة عشان يقرأ اللي فيها بكل عصبية. ايه الجريمة دي؟ اقرأ فيها كده. ماشي. وتم ضبط وإحضار والدا المراهق بسام بعد أن تم شنقه في الغرفة الخاصة به، وتعرضا للضرب من قبل أم ميار الفتاة التي قتلها بسام بالعمد. وتمت معرفة القاتل بسام من خلال شهود البعض بوجوده حول منطقة العمارة لفترة طويلة يراقب المجني عليها، وبالإضافة إلى المركز التعليمي الذين كانوا الاثنين يذهبون إليه. اعترف بعض من أصدقائه أنه كان يحب ميار حبا جما، وكانت دائمة الابتعاد عن بسام، ذلك جعل بسام هو الجاني في هذه القضية، بإضافة أيضا تقرير الطب الشرعي الذي أثبت إن ميار تم الاعتداء عليها جنسيا قبل خنقها بواسطة يد بسام المراهق. أغلقت القضية ضده، واعترف والديه بأن المراهق كان بعيدا تماما عنهم ولا يشاركهم مشاكله ولا عواطفه حتى، وأصبح مكتئبا دائما ومنعزلا عن العالم. ومن ثم ظهرت تلك العواطف الوحشية تجاه ميار الفتاة الرقيقة التي دافعت عن نفسها. ولكن يبقى السؤال الوحيد في من فتح الباب لدى بسام وقبل دخوله إلى شقتها، مع العلم أنه لا وجود غيرها وغير والدتها في المنزل. لقد سميت هذه القضية، واسمحوا لي في تسميتها هكذا، والاسم هو شهوة مراهق، ولقد أدت شهوته إلى ما فعل. قضية مش بطالة ويمكن أقلده وأعمل زيه كمان. انت مجنون يا عم، انت بقولك اتعلم من القضية دي تروح قايل لي كده. طب ايه رأيك اتعلم فعلا من القضية دي بس على الحياة العملية؟ ازاي يعني؟ اروح شقة المراهق ده واعيش فيها، يمكن الاقي روحه هناك. لا ده انت تهبلت تماما بقى. انت مجنون يا ابني. القضية دي من 20 سنة، يعني زمان الشقة اتسكنت ومشي ناس وجه ناس فيها تاني وخلاص اتسكنت بالبشر. يا عم ماشي، انا معاك. لو طلع كده هشيل الموضوع ده من دماغي ونفكر في حاجة تانية، لكن لو مش كده يبقى لازم ازور الشقة دي. انت فعلا شكلك اتجننت. للأسف لم يكن كاظم قد جن، إنما للجان دخلا في الموضوع، وده بيفسر وجود أبانوخ في مكتب الدكتور صاحب كاظم اللي المفروض رايح لشقة أصبحت عرينا للعشائر الجائعة لأي روح بشرية. كنت عايز أحط ملحوظة في الآخر: ميمون أبانوخ أو أبانوخ كاختصارا هو سامر.
انتهت القصة إلى هنا، وإن شاء الله هفتح لها جزء تاني، ده لو انتوا حبيتوا يعني. وحشتوني جدا جدا جدا. عارف ان انا يمكن ما وحشتكوش قوي، لان في ناس بتملى الفراغ بتاعي، وده بصراحة في صالحي عشان ما يكونش الضغط عليا في الايام المفترجة بتاعة الامتحانات اللي انا فيها. يا رب تكونوا استمتعتوا بالقصة، وان شاء الله اكون نزلت فكرة عجبتكم وتكون تصبيرة للي جاي. مش عارف بصراحة انتوا هتستنوا الجزء التاني ولا لا، بس لو انتوا اجمعتوا على ان يبقى فيه جزء تاني، وده اكيد بدعمكم ولايكاتكم والكومنتات المشجعة بتاعتكم، اكيد هيبقى فيه. فما تبخلش علينا برأيك. لو عجبتك تصبحوا على خير، مستني رأيكم.